ادي شوربة الخضار الجميلة اللي طعمها وريحتها تحفة والله جميلة. وعشان خاطر نكمل الطعم بتاعها عملنا جنب منها رز ابيض بسم الله ما شاء الله. هنا هو بقى انا مش هطول عليكم، خشوا شوفوا الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه يحبكم في الله، وكل عام وأنتم بخير. اللهم بلغنا رمضان على خير يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. النهارده ان شاء الله باذن الله معانا شوربه خضار. طبعا انا عندي شويه شوربه شايلاهم في الفريزر، اما بقى اعمل شوربه يا جماعه شوربه لحمه شوربه فراخ بتفيد مني ما برميهاش، بشيلها في ازازه او في كيس في الفريزر، بطلعها بقى وقت زنقه بقى لما اكون محتاره اعمل اكل ايه. النهارده ان شاء الله معانا شوربه الخضار دي مش بس هتقولوا ده بتاعت عيانين، لا ده بياكلوها كمان الصلام، وما شاء الله الله اكبر الطعم خطير. طبعا حضراتكم كلكم عارفين شوربه الخضار بتتكون من ايه. معانا كوسه، بطاطس، الجزر، الفاصوليا، البسله. والمكون الرئيسي اللي هيدي طعم وريحه جميله لشوربه الخضار هقول لكم عليه دلوقتي. هنا معانا ايه؟ بصلايه، حطينا معلقتين زيت ومعانا بصلايه بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوح البصلايه كده مع بعض، ومعاها فصين توم برضو مقطعاهم على البصلايه، قطعتهم مع البصلايه ما دقيتهمش ولا نعمتهم، هم مقطوعين كده شرايح مع ايه البصلايه. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هفضل نشوح في البصل كده ما يتحمرش ولا يصفر، هو يدبل بس يا جماعه، هو يدبل بس. هننزل بقى معاه طبعا بسنه البابريكا الجميله ما شاء الله اللهم بارك، سنه فلفل اسمر ما شاء الله اللهم بارك يا رب، الريحه تحفه تحفه والله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هننزل بقى مع بعض. بصوا احنا كده دبلناها اهي، وخدت سنه البابريكا وسنه الفلفل الاسمر كده حضراتكم اهو. هننزل بقى مع بعض هنا بشوربه الخضار بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه بقى؟ المكون الرئيسي اللي هيديها ريحه وطعم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طعم خطير. معانا الكرفس، الكرفس بسم الله ما شاء الله هيديها ريحه وطعم هيحبوها الكبار والصغار والله. ومعانا هنا طماطميتين، معانا قطيتين هنا، القطيتين دول انا بشراهم ناعم خالص، انا بشر القطيتين دول ناعم خالص. طبعا هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده لحد ما المكونات دي كلها تتشوح مع بعض كده. شوفوا حضراتكم يا الله، يا ريتكم والله معايا وشمين الريحه اللهم بارك تحفه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طول ما في كرفس يا جماعه استغلوه، الكرفس البلدي ده بالذات يتحط على السلطه، بيتحط على شوربه الخضار، بيتحط في السمك بسم الله ما شاء الله، مخلي شوربه الخضار ريحتها فظيعه والله، ريحتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هنبدا بقى طبعا نشوح فيها كده لحد كل المكونات كلها ما تخش ببعضيها كده، البصل مع الكرفس مع الطماطم اللي احنا حطيناها، الطماطم المبشوره ما شاء الله اللهم بارك والله، الريحه بسم الله الله اكبر تحفه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هنحط بقى الشوربه معاكم ونرجع تاني كده اهوت ما شاء الله. الشوربه بص لونها ولا ريحتها، والله والله ريحتها بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله جدا والله الشوربه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. على طول يا جماعه خلوا الشوربه دي عندكم محدش يرميها، يعني انتوا خلصتوا اكلكم وعارفين ان الشوربه ملهاش استخدامات تانية عندكم، على طول تقوموا حاطينها في ازازه او في كيس وفي الفريزر على طول تشيلوها.
في يوم مثلا حابين ان انتوا مثلا تعملوا اكله كده يكون بحبه شوربه، هيكون معاكم برضو الاكل اللي هتعملوا بيه الشوربه، شويه محشي وهتسقي بيهم شوربه في الظروف اللي احنا فيها ديت. فان شاء الله باذن الله بامر الله معاكم ان شاء الله هتلاقوا ام عمرو موفره لكم اكلات جميله باذن الله كده اهوت. ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده ان شاء الله هنرجع لحضراتكم للشكل النهائي. ادي شوربه الخضار الجميله اللي طعمها وريحتها تحفه والله جميله. وعشان خاطر نكمل الطعم بتاعها عملنا جنب منها رز ابيض. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه.